تحكي. أنا من أكثر الشخصيات اللي تعجبني بغرفتكم أسمعهم أنت وأخونا أحلى جو. أحلى جو طبعا اسمه رومانسي الله يحفظه. اسمه رومانسي، ولما يتكلم ببرود قاتل. اللهم ارزقنا هذا الهدوء اللي عند أحلى جو. عنده هدوء غير طبيعي. ترى وين فهد، أنا مرة داخل غرفتكم كنت مو باسم البغدادي، كنت أستمع لأن أحد الرافضة طعن بالقسم السعودي وانقهرت جدا، فقلت أروح القسم السعودي أسمع. فدخلت غرفتكم وبعض الغرف، ما دخلت كل الغرف، فتضايقت جدا من هذا الرافضي الخبيث اللي نقل لي كلام يعني كان طعن شديد جدا، فأنا انقهرت حقيقة، فقلت أريد أتأكد. أي فسمعت بوقتها، أنت سمعت أخ اسمه أحلى جو، وبعد ما أعرف منه سمعت، يعني سمعت عدة أخوة الله يذكرهم بالخير يا رب ويحفظهم جميعا يا رب العالمين يا الله. وجدت عكس ما يقول هذا الرافضي. يعني من الممكن تصير تجاوزات على التكست، وممكن على المايك بعض الإخوان عندهم شطحات أو شغلة أكشن وغيرها، لكن الحمد لله عندكم يعني وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى. ولو ذكركم أحد بالله تبارك وتعالى ما يعني عندكم احترام. جزاك الله خير. طيب ايش رايك لما ياتي بالدليل نقدم احد اعدائنا العدول في الصحابه؟ شوفوا كيف احد اعدائي العدول في الصحابه، يعني اشهد له بانه عادل مع صحابة رسول الله ومع الدين الإسلامي، لكن هو عدوي. وش أسوي بس يعني؟ لحظة في هالبرنامج. بس شوف لي أول مرة حركات وين صارت ال 30 ثانية من أخي يا البغدادي؟ ما أدري. اسمعني يا البغدادي، إذا سمحتم الآن بعد 5 دقائق، بعد 5 دقائق من حواركم في شخصية حنقدمها تعلق، أيضا هو متمكن في موضوع الصحابة، وعنده يعني عنده كتب وعنده منتدى وعنده أيضا من الرجال الثقات الموجودين في برنامج البالتوك. إذا سمحتم. أنهيت يا فهد؟ يا بعد 5 دقائق من حواركم إذا سمحتم في شخص بيعلق على الكلام اللي دار بينكم. أنهيت يا فهد؟ تفضل. نعم أنهيت. طيب يا البغدادي بعد إذنك، يعني أنا مضطر أني أتوقف هنا لأن الجو العام في الروم وخاصة من الأدمنية بيطمروا على المايك. نكمل في عندك في الروم. تعال وينك تطمر؟ تعال وينك تطمر؟ تعال انت لحظة لا حركات. انت قلت راح اروح وارجع ويكشف مش عارف ايش. لا خلي الله يهديك والله. انا اتيك على الغرفة عندك. لا انا اتيك على الغرفة عندك ما عندي مشكلة. انا ما اريد احاطك. انا ما اهتم. انا ما اريد. انا اتفقنا الحوار ويدير على يرمي كلام شروي غالي. انا ما بحب انا بجيك على الغرفة عندك نكمل الحوار باريحية، ما عندي مشكلة. لا ما اريد تجيني هنا امام السامعين كلهم. لا الحوار هنا، الا اذا قالوا الاخوة ما نريد الحوار هنا خلاص انا هذا والله بحث اخر. وانا بازعل والله يا فهد وجميع الاخوة الكرام بالغرفة والقائمين عليه، والله لو قلتم ما نريد الحوار بالغرفة اقسم بالله ما ازعل. يا حركات ولكم في نفسي اول حاجة انا احترم الاثنين، احترمكم جميعا اوكي، والغرفة تحترمكم جميعا ونرمكم، لكن منتم انا من حقي اقول وجهة نظري بما انه وقت مستقطع من ابسط حقوقي، لكن لك مني الانصاف والعدل والوقت، ولو تعدى عليك البغدادي اناقطه، ولو احد تعدى عليك في التكست، لكن من حقي اني اقول وجهة نظري. يعني في وقت مستقطع انت ذهبت معنا بتقول وجهة نظرك بعد كلامنا براحتك، مو في واحنا بنتحاور تطلع تقول روافض وكشف روافض ومش عارف ايش. صحيح. وين هذه لك يا حركات. انا اسف هذه جدا. لك. اسف جدا. هذا التعدي
هروب سميه هروب، ما عندك مشكله. انا تعدي. طيب اسمع مني انا قبل ما تخرج. طيب هو انت قبل ما تخرج سبب قتل حجر مش عارف ايش هذا، انا ارفضه نهائيا. طيب انا اعتذر منك، وهذا خطأ فني مني. ها شوف قدام، شوف وانت الان انا محقوق امام الروم اني غلط، ايش رايك؟ لكن من حقي في الوقت المستقطع، لانك ما تسمع، انا توقعت انك ما تسمع، انك ذهبت تبحث، فيعني قلت وجهة نظري، مع العلم اني المفروض اقول وجهة نظري بعد انتهاء الحوار. فانا اعتذر، وهذا انصافك عندي اني انا اخطأت. ها وينك يا حركات؟ بيض الله وجهك يا فهد، بيض الله وجهك يا فهد. هل الآن يأتي الأخ حركات ويأتينا بالدليل أنه حجر بن عدي رضي الله عنه كان سبب قتل سبع بن أبي طالب؟ هل سيأتي؟ اعتذر لك الأخ فهد. يلا في حركات اعطينا الدليل، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب الأخ إذا سمح لي أخونا البغدادي، إذا سمح لي محب الحسين، في شخصية عندها تعليق وطلب مني الحماية وأنه يقول الكلام اللي عنده في فضل أو في معاوية رضي الله عنه وما دار من حديث. الأخ العتيبي، عدوي اللدود المبدع في إنصاف الصحابة، تفضل معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأحباب جميعا، عسى أن يكون الصوت واضح. أولا أنا يعني ما جئت إلا في آخر النقاش، وأنا أشكر أخي البغدادي، وأتمنى لو كان أمامي لقبلت جبينه على هذا الدفاع الذي هو حق لكل مسلم على الصحابة، والحق للصحابة من كل مسلم أن يهب للدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وما رأيت من تفاعل. الصوت مو واضح؟ الصوت مو واضح يا جماعة؟ الآن الصوت واضح. وما رأيت من تفاعل على التكست قد فرق بين الحق والباطل، بين أعداء الصحابة الذين يتلبسون بلبوس أهل السنة والجماعة، وبين أهل السنة والجماعة الذين اتضح رأيهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرفهم جيدا، ونحن أعرف الناس بهم، فمهما فعلوا ومهما قالوا فلن يزيد بغضهم للصحابة معرفتنا شيء، ولن ينقص مدحهم للصحابة معرفتنا فيهم شيء، بل نحن نعرفهم جيدا ولا تعرفنهم في لحن القول. تعقيبي على الموضوع، أولا في قضية سب علي بن أبي طالب في حديث مسلم أن معاوية أمر سعدا. أولا كلمة أمر هذه تأتي بمعنى الإحضار، أي فأمر به فجاء. أمر معاوية سعدا أي أحضره، نعم. وأمر به أيضا يعني تأتي بمعنى الطلب. فهذا الكلام واضح من سياق الحديث، أمره فسأله ما لك لا تسب أبا التراب، فبين الموقف. العجيب من حركات أنه فزع إلى رجل معاصر اسمه محمد الهرري، وطبعا كثير من الناس قالوا هذا حبشي، ليس بحبشي، هو من أهل السنة والجماعة، متأثر بالأشاعرة ويعرفه جيدا، وهو معاصر ولا يزال حيا إلى الآن، وهو نساخ، يعني في النهاية هو رجل يكتب. لكن العجيب من حركات أنه آمن ببعض ما قال وكفر ببعض ما قال، فاجتز أنه قال سب علي، وترك أنه يرى أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل. هذه عادة أهل البدع، أخذ ما يريده وترك ما لا يريده، أخذ ما له وترك ما عليه. والعجيب كل العجب أنه ترك النووي. العجيب أنه ترك النووي الذي دائما يستدل به ويزعم أنه شافعي. حركات يزعم أنه شافعي، وأن النووي من كبار أئمة الشافعية، يزعم أنه شافعي
والنووي من كبار أئمة الشافعية تركه حركات، لأن النووي قال وهذا ليس فيه دليل على السب، إنما هو سؤال، مثل ما قال البغدادي أنا لا أعرف هذه العقول كيف تفكر، أنا لا أعرف هذه العقول كيف تفكر. يريد أن يأتي باحتمال وهو من أبعد الاحتمالات، بل هو المخالف لما صح عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويجعله هو الحقيقة وهو الواقع، ثم يأتي بالحق الواضح ويجعله هو الباطل، ويقلب رأس المجن رأسا على عقب. أتعجب لماذا ذهب إلى الهرري، والهرري رجل معاصر. انتبهوا يا جماعة، ترى هو الآن يوم قال لكم الهرري يظنون الناس أنه رجل قديم وأنه من شراح مسلم القدماء، لا، رجل معاصر إلى الآن حي. مسلم طبع قبل 7 أو 8 سنوات ولا زال إلى الآن يكتب فيه، وأنا سأذهب إليه، أنا والله الذي خلق السماوات والأرض يوم السبت سأذهب إليه وسأناقشه في المسألة هذه، سأناقشه وسأعرض عليه رأي النووي وآراء أهل السنة والجماعة حتى يرجع عن هذا القول أو يرجع عن هذا الفهم، فهو رجل نعرف فيه خير وصلاح. الأمر الثاني الذي أريد أن أتحدث فيه، عندما جاء لعلي بن أبي طالب وقال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذه عجيبة، فجعل معاوية رضي الله عنه وارضاه من مبغضي علي وأنه منافق، وهذه تجعل كثير من الصحابة منافقين الذين وقفوا ضد علي رضي الله عنه وارضاه. فهناك طلحة بن عبيد الله، وهناك الزبير بن عوام، وهناك معاوية، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وهذا بسبب الفهم الأعوج. لذلك يقول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولو نظر هذا إلى المقصود بمعنى البغض في الدين وليس البغض لأمر من الدنيا، حتى وإن بغضه لأمر من الدنيا ليس داخلا في الحديث. والدليل على هذا حديث بريدة رضي الله عنه وارضاه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبغض عليا يا بريدة؟ قال نعم يا رسول الله. قال لما؟ قال لما جاءنا وقسم الغنائم استأثر بالغنيمة له أكثر من غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريدة إن حق علي بن أبي طالب في هذا أكبر، وإن حق آل محمد أكبر من هذا. الحديث باختصار، ولو كان بغضه لأجل الدنيا كما فعل بريدة رضي الله عنه وارضاه نفاق لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا نفاق، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بإجماع الأصوليين، بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع العقلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان لوقت الحاجة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق. وهذا أيضا إذا كانت في علي فمن باب أولى في أبي بكر وعمر، فقد تلاحى أبو بكر وعمر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنت منافق. وقد وقعت الملاحاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة وبين الأنصار، فقام المهاجري فقال يا للأنصار، وقام الأنصاري فقال يا للمهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغضكم إلا منافق الأنصار. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجري الذي هو من أجل الدنيا أنت منافق أو أن هذا نفاق، إنما الأحداث التي تحدث من أجل الدنيا هذه خارجة عن الموضوع، إنما المقصود للنبي صلى الله عليه وسلم بغضه في دينه، بغضه في دينه، ما يبغض علي بن أبي طالب في دينه. وهذا أمر في الصحابة، لأنه قالوا في الأنصار فمن باب أولى هو في المهاجرين الذين هم أعظم درجة من الأنصار، وإذا كان في علي بن أبي طالب فهو في أعظم في من هو أعظم من أبو بكر وعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك هذا فهم معوج، هذا فهم معوج. وأنا حقيقة رأيت حركات يعني أصبح يعني تارة يقول بقول وتارة ينقضه، وكل يوم وكل مناقشة يأتي بها حركات يقع في إشكال فلا يستطيع أن يجيب عليه، فيقع في مشكلة أكبر من هذا. لذلك هو الآن يتهم معاوية بالنفاق وما كان يقول بها، إنما كان حركات يقول أنا لا أترضى عنه ولا أرى أنه صحابي. أما الآن وقد اتهم معاوية بالنفاق فهذه باقعة ما لها من راقعة. وفي كفر من يقول في هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة، أن من يقول مثل هذا الكلام في معاوية رضي الله عنه وأرضاه ففي كفره خلاف، وقد نص به الشافعية أيضا من يدعي أنهم منهم، ونص عليه المالكية، ونص عليه بعض من الحنابل أن من اتهمهم في دينهم وكفرهم أنه منافق. بل قال المالكية أن من طعن في الصحابة وكفرهم ورأى أنهم منافقين ولو واحدا منهم فهو كافر. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه صحابي، معاوية رضي الله عنه وأرضاه صحابي، بل الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم
لقد رضي الله عن النبي والمهاجرين الذين اتبعوه والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه وخالد بن الوليد ممن شارك في هذه المعركة. نعم، ممن شارك في هذه المعركة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. بل كل الصحابة رضي الله عنهم لم يطعنوا في معاوية وفي مكانة معاوية وفي فضله كصحابي، إنما حدث من أمور الدنيا وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم القضية التي يدندن عليها أهل الباطل عدنان وإبراهيم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجه إلى معاوية إلى خالد بن الوليد عندما قال لا تسبوا أصحابي، أنه يخرج خالد بن الوليد، هذا فهم سقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه الكلام لخالد بن الوليد، فخالد بن الوليد داخل معهم، لأنه قال لا تسبوا أصحابي. لأنه في حديث آخر لما تلاحى أبو بكر وعمر قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقصد من؟ يقصد من؟ يقصد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يخرج ذلك عمر بن الصحبة لما قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي. فلو كان الفهم المعوج الذي يفهمه هؤلاء ويفهمون الأحاديث مقلوبة ويفهمون آراء النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وما فسره أهل العلم بهذا الانقلاب، فمن باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج كل أصحابه يوم قال لهم هل أنتم تاركوا لي صاحبي، ويقصد بها أبو بكر. ونحن نقول أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. لذلك أجمع أهل السنة والجماعة أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في رتبة الصحابة إذا قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يذكره أي كتاب من كتب العلل التي تقدح في الرجال، لا كتاب الضعفاء للعقيلي، ولا كتاب الكامل للضعفاء لابن عدي، ولا كتاب الذهبي ميزان الاعتدال، ولا كتاب ابن حجر لسان الميزان. فكلهم اشترطوا أن لا يذكروا صحابي أبدا، فإن الصحابة لا يدخلون في ميزان الضعفاء أبدا. وكلهم أخرجوا معاوية ولم يدخلوا في هذا، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه صحابي، فهو عدل ثقة ضابط عند كل أهل العلم، مما يدل على أنه صحابي جليل دخل. وكل أئمة أهل الحديث أولهم وآخرهم كبيرهم وصغيرهم يدين بهذا. تأتي أنت يا حركات وغيرك، حتى الشافعي الذي تدعي أنك تتبع منهجه كان ممن يعظمهم ويخرج لهم في مسنده ويرى أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا من تكلم في معاوية فأمه هاوية، وأقسم بالله الذي خلق السماوات والأرض أن من تكلم في معاوية فإنها من أقل ضلالاته، وأنه يبطن في صدره أكبر من هذا وأكبر من هذا وأكبر من هذا. وإنك لتراها على فلتات لسانهم أنهم يطعنون في معاوية رضي الله عنهم. وكما قال النسائي الذين جاءوا ويتهمونه أنه طعن في معاوية، لما جيء للنسائي ماذا قالوا له؟ النسائي كتب في خصائص علي رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له لما لم تكتب في فضائل معاوية؟ قال لا أحفظ له إلا لا أشبع الله بطنه، وهو يرى أنها فضيلة، ونص الذهبي أنها فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال أيما مؤمن سببته أو دعوت عليه فاجعلها له كفارة واجعلها له قربة. فيرون أن كل مؤمن سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا عليه أنها قربة. لذلك قال النسائي لا أحفظ له من فضائله إلا لا أشبع الله بطنه، فقتلوها الناصبة. ولكنه لما سئل عن معاوية قال معاوية باب الصحابة ومعاوية مرحبا. الله يرفع قدرك. لحظة فهد تفضل. أنا والله لو كان عندي العتيبي لو قبل جبينك يقول لنا بياع طعمية في أمريكا يحاور ويكفر على كيفه. يلا بالتوب. طيب الأستاذ ياسر بس لحظة اسلم على أخي العتيبي. أنت نفسك أخي العتيبي شيخ أبو عبد الله المكي صح؟ من مكة نفسك لو لا؟ أبو عبد الله؟ يا سلام وينك يا رجل؟ الله يهديك. والله تعرف أنت إيش اللي صار عندي؟ في واحد كل ما يدخل اسمه العتيبي أقعد أرحب به وأسلم عليه، والمسكين هو دائما يقول لي يعني يطلع لي وردة. أقول إيش في يا أبو عبد الله؟ طيب إيش في يعني في نفسه علي يا أخي؟ ليه ما يعني يوم من قدمه يعني يشارك معنا بالغرفة؟ وأنا مسحوب علي والله العظيم، مسحوب علي يمكن سنة تقريبا،
وأنا مع هذا كله يعني أستحي أن أقول يا أبو عبد الله ليه يعني ليش هيك تصرفاتك ويانا؟ وأقول له حي الله الأخ الحبيب الغالي العتيبي، حي الله الشيخ العتيبي. يا البغدادي الله يحفظك الله يكرمك عربي حبيبك بالاثنين بهذا النكمة ما قدرت ادخل والله سعدتنا وجيت. طبعا انا بيني وبين الاخوان هنا شيل وحط، تعرف احنا هنا بالقسم السعودي بين مقاتل ومجازر. نعم هو يعني مقاتل شخصيه يعني تعرف نهيل على بعض. احنا ما بيننا الا العافيه يا ابو عبد الله، واحنا مسلمين. نعم وانت دندون ابن دنادين. والله كلكم اسعد. نعم والله قسما بالله عم ياسر. بعدين شوف كتبت لك على الوسبر والله انك بطل والله، بس ما كنت ضايفني اقسم بالله. والله اعذرني والله ما والله الليل يا ابو عبد الله انا بعمل عمليه في العين، عندي مياه بيضة في العين والله ما اشوف الا بالقوه يعني. الف لا بأس. بارك الله فيك. لكن شوف الجماهير حق حركات ملك العود دجاجته مدري دجاجته والمنفصم واربعه من الغبطه روابط. معروفين هذول رافضه من دسين اخوك. خلهم معروفين دائما يرجعون قال الجعفري قال المعفري دائما يحب. وماذا يا ناس انا مسكين عندي شبهه ويرسل ما عمره اشوف يقول انه عندي سنه خذوا واسمعوا، لا انا عندي شبهه يرسلها. ويجيب مين؟ يجيب المهبول اللي ما يعرف يقرا. حدثنا محمد حدثنا سفيان بن عيينه يقول ابن عينين. ليتك عاد جبت واحد فاهم، جبت حمير. سفيان بن عينين يعني جايب علم داجه والعياذ بالله ما يفهمون. يا ليت جاب ناس عقلاء يعني تعرف. مره واحد يقول لي البهيقي، قلت له مصابهق يا رب. البيهقي يسميه البهيقي. ومره واحد رافضي يقول لي ابن عيينه، قلت له هذا منو ابن عيينه؟ هذا ابن عيينه شنو يضرب عيون وشنو ابن عيينه؟ من هالاشكولات هذه يجي يريد يعترض على اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. على قولتنا ببغداد من هالمال حمل جمال. من هالاشكولات هذه حش السامعين. هسه المصيبه انه تريد من عندهم ادله، تريد انت الان جايد بفكر وادله ماكو. هاي المصيبه. ابو عبد الرحمن انا ما ادري حصل عندي انقطاع وطلعت حركات استأذن انشغل انتهى الحوار ما ادري. انا دخلت في هوشه مع فهد فطلع فجأة كذا بدون استئذان يعني ما يصح. كيف فهد نبغى فهد استأذن حركات انتهى الحوار عشان تكون الصورة واضحة. عمو عبد الرحمن فهد يا عمي شو استأذن الله يرضى عنك. هو قال انه سبب قتل حجر بن عدي رضي الله عنه سب علي بن ابي طالب. قلنا وين هذا الكلام؟ قال طيب أتقر انهم عندما عرضوا عليهم القتل عرضوا عليهم شو الرجال قال 30 ثانية، شو رجالك بعض دقائق آخر لحظة يعني أنت سكتت كل الوقت مال الحوار. ما جيت إلا حكيتها هسه حتى يطفر أبو الشباب الله يهديه والله. شبيحة تقول كنترول من حيث حركات. لا المعلومية ترى عن حركات لا أختي هذا لكن اليوم سمعت كلام جديد يا محب الحسين يعني تحاورت معاه ما قد قال كلام زي اللي قاله اليوم. هذه معلومات جديدة. أقول يا محب الحسين اسمع الكلام. معاوية رضي الله عنه أنا اكتشفت يعني كذا الحكمة مما حدث ما بينه وما بين علي. الحكمة أنه بعد 1400 سنة يكشف لك ناس يعني في التكست وناس جالسين معاك يعني يكشف لك. يعني أنا بصراحة معاوية رضي الله عنه هذا اللي يكشف التقي بصراحة.
يا رجل اليوم جالس اتفرج اتابع الناس اللي بيننا ومعنا وجالسين شلون يريدون ان يصبح كلام حركات صحيح، وهذا دليل ضعف الايمان، وهذا دليل ان الاقنعة بدأت تكشف واحد تلو الاخر. فسيبك يا محب الحسين، انا اقول لله درك يا حركات، فقد كشفت لنا الكثير والكثير. يا فادي الزهراني والله ما كان حركات، ما كان هذا فكرة حركات، ولا كان هذه انقلب قلبه يعني 360 درجة. هل اشترون رافضة؟ ما ادري بالله، خلوني ارحب، ما ادري لان الليلة كلهم يساندون. حيا الله ابو عبد الله العتيبي، ما ادري راح يصلي ولا ما راح يصلي. ويا مرحبا ويا مرحبا يا مرحبا، اليوم نورت روم العناية المركزة، راح يصلي ما راح يصلي وصلوا له. نعم العتيبي بيني وبين شيل وحط، لكن عندما يكون الموضوع متعلق بالعقيدة وبالدين وبالصحابة فكلنا واحد، وننسى كل الأحقاد وكل ما يدور بيننا. اي نعم، هذا كلام يعني شوف يا يضرب براسه في الجدار. العتيبي هو دائما معنا، لكن الليلة أخرجوا الحق، أخرجوا غيرته على الإسلام، مثل ما أنا كنت يعني اشتقت إليهم في روم الشورى، فدخلت بأندر كفر، سمعت خليل سندي وهو ما تحملت فدخلت وأدريت برأيي حول ما كان يقوله خليل سندي. هذا اللي يكتب رقم 55 يا محب الحسين، تعرفه؟ هذا من اخواننا في الرومات الدينية. انت من اخواننا في الرومات الدينية يا اللي تعطيني رقم 55. والله يا فهد ما ادري، لكن انا ابتعدت عن الرومات الدينية، وكثير من الاخوة الافاضل ما اعرفهم، ونكات تتغير، فما ادري والله، مو هو نقص فيه. والله هو طالب يقول كلمة، فاتمنى انكم تسمعونه وتردون عليه على اذا كان انه ما هو من الرومات الدينية. تفضل طال عمرك، والله ما اعرفك. طيب الصوت واضح؟ تسمعون ان الصوت واضح؟